السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض لحمة الراس، بكل يعني تكاتها، بكل أسرارها وأسرار كمان المطاعم ان شاء الله. وبطريقة سهلة وجميلة، وكمان يعني من أول مرة هتعمليها آه، هت هتتحب ان انتي تعملي على طول لحمة الراس لما تجربيها ان شاء الله. اول حاجه هنسمي ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ان شاء الله كثيرا. اول حاجه ان شاء الله طبعا احنا بنجيب لحمه الراس وبنغسلها كويس قوي بالميه والملح والليمون، وطبعا شويه خل. وطبعا انا بحب ان انا ايه يعني احمرها شويه في السمنه، او في لو عندك حته ليا ولا حاجه حطيها برضو تبقى طعمها تديلها يعني طعم حلو. طبعا انا حطيت لها ورق لورا، وحطيت لها حبهان، وحطيت المستكة عشان برضو تديلها طعم حلو كده. طبعا خليت الحلة تسخن جامد والسمنة تسخن. وبعد كده ضفت اللحمة، هقلبها طبعا تقلبتين، وهكون حاطة الطاجن بتاعي في الفرن. وطبعا هخليه لما يسخن خالص، علشان خاطر يعني قوام اللحمة معايا تغلي يعني في الفرن بسرعة، ما تاخدش وقت وكده يعني. فانا طبعا بحط بهارات. البهارات يعني اللي عندك بهارات اللحمة عفوا، فلفل اسمر، اي بهارات اللي انت بتحبيها ضيفيها يعني. برضو كل ال اي بهارات بتطعم يعني الطاجن. فطبعا بقلب اللحمة آه، يعني كام تقليبة كده، وبعد كده بحط لها بصلة معاها. بصلية ما تكونش يعني كبيرة، لان انا طبعا لسه هضيف البصل في الطاجن. لسه هقطع بصلتين في الطاجن، وطبعا هتشوفوا يعني اللي انا هحطه يعني في الطاجن. بقلب اللحمة وبشوحها عشان تتحمر من الجهتين يعني. وبعدين بجيب يعني 3 فصوص توم، وراسين بصلتين يعني كبار. وبحط عليهم البهارات برضو اللي انا حطيتها بتاعت بهارات اللحمة، ال7 بهارات، الفلفل الاسمر والملح. الملح طبعا ما بحطوش دلوقتي علشان خاطر اللحمة طبعا بتاخد وقت في السوا لما بتحط لها ملح. الملح لما تيجي تقرب ان هي ايه تستوي. بكون معايا حبيتين من البطاطس بقطعهم برضو تقطيع مكعبات صغيرة، وبحطها عليها. طبعا دي اختياري، لو انت عاوزة تعمليها بالبصل بس مفيش مشكلة، لكن انا حبيت ان انا ايه اجيب حبيتين بطاطس يعني واقطعهم معاهم. بفرك كل دول بقى يعني بخلي البصل اقلبه كويس علشان يشرب من التتبيلة ومع البطاطس كمان. وبعد كده بحطه بقى في الطاجن. وبحط جزء وجزء لحمة، وبعد كده بحط الخضار الباقي على الوش يعني. هكون بقى ضربة برضو شفشق طماطم وهحطه عليه. يعني شوفوا يعني مفيش اسهل من كده. اكلة مش هتغيب معاكي يعني في العمايل يعني 10 دقايق، مش هتاخد حتى 10 دقايق. كل ده هتحطيه على بعضيه بعد ما ضفت راق البطاطس والبصل، وبعد كده راق اللحمة، وبعد كده حطيت بقية الخضار يعني الفلفل والبطاطس على الوش. وبعد كده هحطه طبعا في الفرن. هحط عليه السمنة بتاعته، واحط الطماطم
وهحطه بقى في الفرن وطبعا ايه يعني هيقعد معايا تقريبا كده على حسب لحمة الراس اللي عندك. هي يعني قعدت معايا زي ساعة، يعني تقريبا كده ساعة ساعة تستوي يعني. يعني لحمة الراس ما كانتش كبيرة قوي، ما خدتش وقت يعني كبير. لكن لما بتكون اللحمة كبيرة بتطول معاكي، ممكن تقعد بقى مثلا ساعتين حاجة كده يعني. زي ما انتوا شايفين حطيت لها قرنين فلفل وحطت لها السمنة، بس المقطع ده ما جاش. طبعا هي كانت برضو فيها كمية من الدهون، نزلتها برضو. وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله يعني مستوية زبدة، وطعمها ما اقولكمش كانت جميلة صراحة، وكانت طعمة. فانت جربي الطريقة ديت هتعجبك وان شاء الله يعني هتعمليها على طول بإذن الله، هتعجبك وهتعمليها على طول وهتدعيلي بإذن الله. يعني لو عجبك الطريقة ما تنسينيش في اللايك وفي الاشتراك في القناة. وطبعا لو عجبك اي وصفة من وصفاتي يا ريت تكتبي لي رأيك في الكومنتات، وانا هرد عليك ان شاء الله. يهمني ان انتوا يعني تكتبوا لي في الكومنت وتقولوا لي برضو رأيكم في الوصفة، عجبتكم او ما عجبتكمش. يعني انا بفرح ان انتوا يعني بتكتبوا لي. وطبعا ما تنسوش في اللايك، يعني عشان انا شايفة يعني اللايكات بتبقى يعني مش عارفة، يعني حاسة ان هي اللايكات شوية خالص. فيا ريت ما تنسونيش بقى في اللايك لو عجبكم الوصفة، ما عجبكمش خلاص. عملت جنبها رز بشعرية. وطبعا كنت انا مخلله مخلل كوكتيل مخلل يعني التشكيلة. حطيته برضو وحطيت ليمون، مخلل ليمون. وطبعا وكانت أكلة صراحة جميلة، وأنا عملتها علشان خاطر اللي يحب يعني يعملها إن شاء الله على فطار رمضان. وكل عام وانتم بخير. كان معاكم أم زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.